و500 اقسم بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي صحفي غاوة عصافير. هنتكلم النهاردة عن تقرير سوق الجمعة زي ما تعودنا، وإن شاء الله في الحلقات القادمة هنتكلم عن معلومات كتيرة وهنرجع بقوة بإذن الله. اللي بيتفرج عليا دلوقتي وما عمليش سبسكرايب، ما تنساش تضغط سبسكرايب وتضغط متابعة، وما تنسانيش في اللايك لو عجبك الموضوع عشان اليوتيوب يوصله لكل الناس. هنخش في الموضوع على طول. كان النهاردة السوق هادي خصوصا عشان الجو الحر. كمان الفترة اللي فاتت كان معظم الغواة باعوا أو صفوا العصافير اللي عندهم، وبناء عليه قل العصافير أو الطيور الزينة عموما اللي موجودة في السوق. ولكن كان في لمة على بعض الانواع زي الكوكتيل اللاتيني والروز والاسترالي العادي، ولكن الفواتح منه كمان كان الريمبو. في 2-3 بيلموا ريمبو طالبين حاجات معينة، والفلل. هنخش في الاسعار على طول عشان ما نطولش عليكم ونقول بسم الله. النهاردة الكوكتيل اللاتيني كان بيتلم من 1000 ل 1100، اما الصغير المفطوم وشد حيله كده كان ب 650-700. الحبشي من 500 ل 550، اما الايزابيل كان من 600 ل 650. بالنسبة للمصبع كان ب 600 جنيه لغاية 1200 جنيه، بناء على طبعا الشكل بتاعه والمواصفات الخاصة بيه. نيجي عند الكوكتيل الفرنساوي، نخش على الوايت فيس من 800 ل 900، اما الالبينو كان من 1800 ل 1900، الايزابيل من 800 لغايه 1000 جنيه. نخش بعد كده على شعبة البادجي ونبدأ بالاسترالي. الاسترالي الفواتح كانت من 140 ل 150، اما الشبابات كانت ب 100 جنيه. بالنسبة للعين حمراء كان العين الحمراء بيشمل الألبينو واللاتيني والفالو واللاسوينج، يعني كلهم بيندرجوا تحت خط العين الحمراء، واللي كان سعرهم من 150 لغاية 160. يعني الألبينو ب 150 160، اللاتيني 150 160، الفالو ب 150 160، واللاسوينج برضو ب 160. هم كانوا بيقولوا كله بيندرج تحت العين الحمراء، ما عادش بقى المواصفات اللي هم كنا بنتعامل بيها زمان. نخش على تركيبات الريمبو اللي كانت مطلوبة بقوة الاسبوع ده، وكان بيبدأ سعرها من 200 جنيه فيما فوق لغاية 300 جنيه كانت بتتلم حسب مواصفات معينة. وكان بيندرج الريمبو الضعيف او المستوى القليل لتركيبات ريمبو ايضا كان سعره من 200 ل 250 فيما فوق. نخش بعد كده على الريمبو نفسه، كان بيبدأ من 400 جنيه لغاية زي ما انت حابب بقى وانت طالع فوق. بنقول برضو الريمبو فولل كان من 1000 جنيه فيما فوق. الانصاص كان من 800 لغاية ما بيوصل الانصاص اللي هي قريبة من الانجلايزة كانت ب 1400 جنيه. اما بالنسبة للانجلايزة ما كانش موجود انجلايزة، هو كان اللي موجود انصاص وبيقولوا عليهم انجلايزة، ولكن كان سعرهم بيبدأ من 1500 وانت طالع حسب التقليب والحجم، واللي فاهم بيريح. نخش على الشكر برصاصي كان ب 500 جنيه فيما فوق. اما بالنسبة للشوشة كان ب 170. الشوشة والكركو كان مطلوب ب 200 وب 250، خصوصا اللي كان الراس بتاعته جولدن كان سعره عالي شوية. الفولل كانت بتتلم النهاردة بداية من 400 جنيه فيما فوق. برضو نيجي عند الفولة العين الحمراء اللي هي اللاتيني واللاسوينج، كان بيبدأ سعرها من 600 جنيه. بياخدوا الاتنين واحد، ما يقولكش لاسوينج ولاتيني، لا هو يقولك كله عين حمراء فولل. نيجي عند البلاك وينج كان بيبدأ من 500 جنيه الأخضر والأزرق حسب التقليب وانت طالع. بالنسبة لي بقى الروز الأخضر أو عموما العين السوداء كان بيتلم من 500 ل 700 جنيه. بالنسبة للروز اللاتيني من 800 ل 850 جنيه. الألبينو روز كان ب 1200 جنيه. نيجي عند الروز الأوبلاين واللي كان سعره 2200 لغاية 3000 جنيه اللي هو أوبلاين أورانج. نخش على شعبة الفيشر كان ب 350 ل 500. الفيشر اللاتيني كان عامل من 2000 ل 2300 جنيه. الفيشر الألبينو من 950 ل 1100.
نيجي عند طيور الزبرة اللي كان سعرها الزبرة الحبشي كان عامل 200 جنيه، اما الاورانج زبرة كان عامل من 300 ل 350 جنيه. المذبوح نفس النظام ونفس السعر. نخش عند الكناري واللي كان سعرها بيبدأ من 500 جنيه فيما فوق حسب الصبغه، حسب لو في شوشه كمان. زي ما قلنا اللي فاهم في التركيبات بتاعتهم كان هو اللي يعرف في الاسعار بتاعتهم، ولكن احنا بنقول بتبدا من 500 جنيه فيما فوق عشان محدش يجادل على الكومنتات. بالنسبة للجاوة، الجاوة الحبشي كان ب 350 ل 400 جنيه، اما الجاوة الابيض من 350 ل 450 جنيه. بالنسبة للجاوة فون هو كان مطلوب في السوق ولكن مش موجود، مش عارف هل محدش بيربيه ولا المربيين يعني محتفظين بيه شوية. هو نادر الوجود عموما في السوق، كان بيبدأ من 2000 جنيه سعره. الطائر الحسون كان عامل 500 جنيه. بالنسبة للجولدن فينيش كان بيبدأ من 1200 جنيه لغاية 3000 جنيه حسب الصبغة والألوان والأشكال بتاعته، برضو اللي فاهم فيهم هو اللي بيقدر الأسعار. نيجي عند الدرة الهندي صغير ب 350، كبير ب 5000 جنيه. كمان بيختلف سعره على حسب درجة التدريب بتاعته. نخش عند الدرة الامريكي واللي كان سعره بيبدأ من 16,000 جنيه فيما فوق، برضو على حسب درجة التدريب، على حسب الحجم بتاعه، على حسب السن بتاعه. نيجي بقى عند الزنجباري واللي كان سعره بيبدأ من 15,000 جنيه فيما فوق برضو وانت طالع. في كده نكون انتهينا من التقرير بتاعنا، ولكن نصيحة أخوية هقولها لكم، نخلي بالنا جدا. درجة الحرارة انتوا شايفين احنا في شهر 5 ودرجة الحرارة بدأت تعلى جدا وموجة الحر صعبة جدا. يا ريت نعمل ريفريش على طيورنا. انا عامل تقرير هحطه في اول تعليق عشان خاطر او في الوصف عشان خاطر تخشوا تشوفوه ازاي نحمي طيورنا من الحر، عشان المتابعين اللي بيشتكوا ان الطيور بيموتوا وهم مش عارفين. يا ريت نتوصف في الميه ونركز ونتابع. الميه بتخلص بسرعه في الصيف لان الكائنات بتبرد على نفسها. نفتح منفذ هواء ما يكونش مباشر ولكن يدخل للطيور هواء. ما ننساش فيتامين سي، والاكل الطري برضو بيبقى نوع من الريفريش للطيور بتاعتنا. لو احنا عاملين تربية جماعية ما نضغطش الطيور كلها في سلكة واحدة. ودي كانت النصائح الأخوية اللي أنا بقولها لكم، ووصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسونيش في السبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.